السلام عليكم. النهارده هقولك ايه هي اول علامات للحمل ممكن تعرفي بيها ان انتي حامل من غير ما تستني ان الدورة تتأخر عليكي. انا الدكتورة ياسمين ابو العزم، اخصائي امراض النساء والتوليد. واستنوني كل يوم سبت وتلات في فيديو جديد ومعلومة جديدة عن جسمنا كستات. العلامات هنقسمها لعلامات أكيدة، ودي 3 علامات واضحة وصريحة هنقولهم في آخر الفيديو، وشوية علامات تانيين بيقولوا إنه احتمال واحتمال لأ. العلامات المحتملة دي بتتمثل في التغيرات بتاعة حجم الثدي وحساسيته لللمس والملابس. تاني حاجة التقلبات المزاجية اللي بتحصل بشكل مفاجئ. تالت حاجة رغبتك في النوم فترة طويلة، إجهاد، مرهقة، مش قادرة إنك تمارسي نشاطك المعتاد وعايزة تنامي أغلب الوقت. رابع حاجة بتكون تقلصات بسيطة بتبقى في أسفل البطن. خامس حاجة إحساسك بإن جسمك مورم أو في احتباس في السوائل جواه. العلامات دي مشكلتها او ليه بنقول ان هي تحتمل وتحتمل لا، ان هي بتتشابه بنسبة كبيرة جدا في الاعراض اللي بتكون موجودة قبل نزول دورتك الشهرية، وعشان كده ما بنقدرش نعتمد عليها لوحدها إجابة أكيدة لوجود حمل من عدم. طب ايه هي يا ترى العلامات الأكيدة؟ أول حاجة وهي الغثيان، والغثيان بيحصل نتيجة إن هرمون ال HCG اللي هو هرمون الحمل بيبدأ إفرازه جوه الجسم مع حدوث الحمل، فيبدأ تحسي إنك عندك قرفة ناحية الأكل أو روايح معينة، وده ما بيظهرش غير في وجود الحمل. بس خلي بالك لأنه أحيانا بعض الستات اللي بيكونوا واخدين تنشيط وحقنة تفجيرية، فالحقنة التفجيرية من أحد أعراضها الجانبية برضو الإحساس بالغثيان والقرفة، فنقدر نعتمد عليها لو انت ما اخدتيش تنشيط وما اخدتيش حقنه تفجيريه. لكن لو اخدتي حقنه تفجيريه فمش هنقدر نعتمد على العلامه دي قوي. تاني حاجه ظهور ما يعرف بدم الانغماس. دم الانغماس او الامبلانتيشن بليدنج هو عباره عن تنقيط دم بسيط كده بيحصل في خلال ال5 ايام قبل ميعاد دورتك الشهريه، وده معناه انه الحمل بتاعك اللي اتكون خلص رحله في قناه فالوب ووصل للرحم وغرس او بدا يغرس نفسه ان شاء الله بامان جوه بطانه الرحم نفسها، فالانغراس ده بينزل عندنا بعض نقط الدم، فدي من العلامات الاكيده على حدوث الحمل. وتالت حاجه وادق حاجه في ده كله هو طبعا اختبار الحمل. طب انا اختبار الحمل لازم استنى ان الدوره تتاخر علشان اعمله، ولا ممكن اعمله قبل ميعاد دورتي الشهريه؟ ممكن تعمليه قبل ميعاد دورتك الشهريه بيومين ل3 ايام، ووجوده بشكل ايجابي بيقول ان انت مبروك حامل. لكن لو طلع سلبي ما تفقديش الامل، لانه ممكن يحتمل جدا ان يكون تبويضك والحمل اتاخر وبالتالي يطلع سلبي، بس احنا مستنيين يومين 3 والدوره ما نزلتش وعملنا الاختبار وطلع ايجابي يبقى انت مبروك حامل. وبالتالي فان هو يبقى ايجابي دي علامه اكيده، لكن ان هو سلبي لا يعني بالضروره انه مفيش حمل حصل. وبرده خلي بالك لو انت واخده حقنه تفجيريه فمهم جدا انك ما تعمليش الاختبار ده قبل ما يكون عدى 14 يوم على الحقنه اللي انت اخدتيها، لان الحقنه التفجيريه عباره عن هرمون HCG، وبالتالي ممكن لو احنا عملنا التحليل بدري عن ال 14 يوم يدينا نتيجه ايجابيه خاطئه، لانه متاثر بالهرمون اللي في الحقنه التفجيريه مش بالهرمون اللي حصل من الحمل. ففي النهايه كده نجمعهم بشكل سريع: العلامات الاكيده وجود الغثيان، دم الانغراس، واختبار الحمل الايجابي. العلامات وجود وجع واحتقان في الثدي، الام اسفل البطن، اجهاد عام، تقلبات مزاجيه، وكمان رغبه في دخول الحمام بشكل زايد عن الحد. اول ما تعرفي انك مبروك حامل ابدأي خدي على طول الفوليك اسيد بتاعك وتواصلي مع دكتورك عشان تحددي ميعاد اول زياره، واستني بقيه سلسله الفيديوهات اللي هنتكلم فيها عن الحمل، هنقول لك كل مرحله بالظبط محتاجه منك تعملي ايه. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي اشتراك للقناه ولايك، ولو عندك اي سؤال سيبيه في الكومنتات. دمتم بخير.